اهلا بيكم اصدقائي في كل مكان منورنا. النهارده هنتكلم عن ذوق الناس. هل ذوق الناس اختلف في 2023 ولا هو ببساطة بسيطة كده عن اغاني الناس بتوع الجيل القديم خالص اللي احنا متربيين عليه؟ شادية، وردة، وحتى ام كلثوم، وحتى احدث منهم كتير، وانغام وسيمون ومنى عبد الغني وكل الناس دول. يعني حتى انزل في كل حتة بقى، انزل في كل شعبي، كانت اغاني شعبيه. حتى عبد المطلب، محمد رشدي، كلها اغاني حلوه وكلماتها حلوه. فكانت الاغنيه كانت بتبقى ترند من غير كمبيوتر، كانت بتبقى ترند في مصر كلها وفي العالم العربي كله. دلوقتي الترند بتاع سطلانه والترند بتاع ما عندك دم، دي اغنيه مستفزه جدا. اوكي، ميوزك حلو، كل الناس بتغنيها، كل الشباب بيغنوها. انا حاسه انهم هيتخرجوا عليها خلاص، يعني اغنيه التخرج العام لذيذه، بس عيب، عيب قوي اذا كانت هي بتبتدي معاك كده عندك دم وانت ما بتفهمش، وانت ما عندكش دم، وانت وبعد كده تقولهم خصماك. ايه ده؟ يعني هو بعد كده هندخل بقى في ايه؟ يعني هتتجوزوا مثلا، هتموتوا، ايه القرف ده؟ انا بحاول امنع نفسي بصراحه، برغم ان هي اغنيه منتشره جدا لكن هي مقرفه جدا. disgusting really يعني. معلش، انا حاولت اشارك معاكم الراي ده، ولو ليكوا راي تاني اكيد احب اسمعه منكم يعني، ونشارك مع بعض في النقطه دي، لان الموضوع بقى ظريف بس في نفس الوقت بقى مسف جدا. يعني اوكي لطيفة واغاني حلوة وميوزك حلوة، لكن هو ايه الكلام؟ ايه الكلام ده لا، وحش جدا. فانا اتمنى طبعا ان كل الناس اللي بيكتبوا الاغاني الحديثة اللي هي بتبقى الميوزك بتاعتها لطيفة، اللي هم متأكدين انها تنتشر وسط الشباب، يبقى الكلام بس ليه معنى، مبقاش مقرف بالطريقة دي بصراحة.